يا صديقي في فيديو جديد من تعلم اللغة الإيطالية. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم إيه؟ هنتعلم مجموعة الأفعال اللي بتنتهي بآري. لمعلوماتك احنا عندنا في اللغة الإيطالية 3 مجموعات من الأفعال، مجموعة بتنتهي بآري، مجموعة بتنتهي بإيري، مجموعة بتنتهي بإيري. النهاردة هنتعرف على أول مجموعة، هي مجموعة الأفعال اللي بتنتهي بآري، فيربي جروبو آري. اول حاجه لازم تكون عارفها يا شباب ان الفعل في اللغه الايطاليه بيتقسم لقسمين، قسم ثابت وقسم متغير. الثابت اللي هو الاساس او الجذر اللي هو راديتش بالايطالي، او الجزء المتغير او النهايه اللي هو ديزيننسا. لما بنيجي نصرف الفعل يا شباب، اي فعل بنيجي نصرفه بنشيل النهايه وعندنا الجذر ثابت او الاساس ثابت. بمعنى عندنا فعل مثلا زي فعل بارلاري، ده فعل من الافعال اللي بتنتهي بآري. لما بنيجي نصرفه في المضارع المستمر بنشيل النهاية اللي هي آري وبنخلي الأساس اللي هو بر، وبنحط نهايات مختلفة على حسب الضمير اللي هنصرف معاه الفعل. زي مثلا io parlo، tu parli، lui o lei parla، noi parliamo، voi parlate، loro parlano. انا عملت ايه؟ شلت النهايه اري وحطيت نهايات ثابته. النهايات الثابته دي لازم تحفظها على حسب الضمير. يعني الضمير ايو بياخد او، الضمير تو بياخد الحرف اي، الضمير لوي اولاي بياخد حرف ا، الضمير نوي بياخد ايامو، الضمير فوي بياخد اتي، الضمير لورو بياخد انو. لو عايز تتعلم اكتر ادخل شوف الفيديو كامل على قناتي على اليوتيوب. ولو عجبك الفيديو بتاع النهارده ما تنساش تعمل لي فولو، وci vediamo alla prossima.